ايش حافظ من الصوفية؟ شوف أنا خلينا نعيد بذاكرتك شوية. صراحة أنا ابن البلد يعني، فمعجب بالحلاج صراحة. ايش يقول الحلاج؟ يعني هالقول كثير عنده روائع يعني. كلنا نقولها. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست قوم أحدثهم إلا ووجدت حديثك بين جلاسي، ولا هممت إلى كأس لأشربه إلا وجدت خيالا منك في الكأس. يا سلام. أو أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدل. يعني كثير. هل يعني الصوفية عند الحلاج. عندنا رابعة العدوية أيضا اللي تقول لا عبدت الله لا طمعا بالنعيم ولا خوفا من الجحيم بل حبا بك. قول رائع جدا ل يعني رابعة العدوية الصوفية الكبيرة. نتيجة شو رأيك بالمتصوفين؟ شوف، نرجع نقول كل إنسان عنده طريقة يشوف فيها ربنا. أكيد أكو من يكفر هالمتصوفين، أكو من ما يفهم طريقة ابن الجنيد وغير. نعم. الديانة المسيحية شلون نشوفها؟ المسيحية فيها متصوفين، مثل عندنا تريزا الأفيلية، يوحنا الصليب، يوحنا السلمي. هالأسماء يعني كثير من الآباء عندهم يعني مثل ما نقول وجود وتقدير كبير في الكنيسة. أغلبهم يكون رهبان من ضمن الرهبانية الكرملية اللي عاشوا في جبل الكرمل في شرقنا أكيد يعني، معروفين تجاه النبي إيليا اللي يسمونه مثلا هسه في بغداد يقول لك خضر الياس إيليا. احنا هون حتى نفس الحالة، الدير يسمونه دير الخضر بالمناسبة. ونعرف الخضر هو ليس نبي ولكن شخص صالح عنده مقدر جدا وعنده كثير من الكرامات والأعاجيب. وحتى عند اليزيد اخوتنا اليزيدين يجون دائما يحجون للدير ويسمونه خضر الياس. فبالمسيحية أكيد عنده تقدير كبير للمتصوفين المسيحيين يعني أكيد. بس أنا مثل ما نقول هذا الشيء تعرفت عليه من خلال مطالعاتي، ومعجب بقدر كثير يعني. كان أستاذ محمد الشيبي يعني أحد الأشخاص اللي وثقوا هالمتصوفين الله يرحمه يعني. فكثير يعني ضروري واحد يتعرف على هالثقافات والأفكار والمبادئ والقيم اللي يعني أغنونا بها هالناس يعني. بالنتيجة الإنسان لازم يتعرف قدر الإمكان، اختبروا كل شيء وتمسكوا بالحسن.